السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة بقى بأكلة جامدة جدا وفيديو جامد جدا. هنعمل مع بعض النهاردة كرشة وممبار. بصوا بقى، هما الحاجات دي لازم أهم حاجة فيهم النظافة، النظافة ثم النظافة. وانا مش بعرف اكلهم غير في بيتنا، يعني انا مش بعرف اكلهم بره ولا عند اي حد ولا اي حد يكون عاملهم غير حد طبعا انا واثقه فيه. فالحاجات دي لازم النظافه، يعني اهم حاجه فيها. هننضفهم بقى مع بعض. هي كانت متلجه. طبعا متنضفه يعني نص نص كده قبل ما تدخل في الليزر، بس ايه انا بقى دلوقتي هكمل عليها يعني وانضفها كويس قوي. هنحمي بقى السكينه بتاعتنا جامد، يعني هنسنها جامد. وهنمسكها بقى كده. بصوا القلب ده، في ناس بتشيل القشرة السمراء اللي بره دي وفي ناس بتحب تاكلها. ده كل واحد على حسب ذوقه في الاكل يعني. دي حرية. احنا بناكلها كده، يعني انا بحب القشرة السمراء دي مش برميها، بس من جوه بقى لازم ننضفها كويس قوي، مش هنخلي فيها اي حاجة. يعني لو فيها حاجة لازقة واضطريتي تشيلي الجلدة البيضة اللي هي الرقيقة اللي جوه، شيليها. مفيش مشكلة. اهم حاجة تبقى من جوه شمعة منورة بيضة، مفيش اي حاجة من دي. زي ما انتوا شايفين بقى كده هننضفها مع بعض. بصوا هنخليها بتبرق اهو يا بنات. هننضفها بقى كويس قوي. او ممكن بالسكينة تشيليها، بس انا خفت اتعور بالسكينة، فضلت ان انا اشيلها بايدي يعني. طبعا ولما تيجوا تشتروا الحاجات دي او سواء الكرش او الممبار، هاتوها من تكون الذبيحة جاموس، يعني ما تكونش بقر. تكون الذبيحة جاموس بتبقى افضل بكتير جدا من البقر. في ناس كتير قوي ما بتحبش لحمة الجاموس او الكرشة والممبار بتاعة الجاموس، بس انا بفضلها عن اي حاجة. انا بالنسبة لي هي افضل من البقر، يعني بتبقى نظيفة وبيضة من جوه، والممبار برضو كذلك. بتاع الجاموس بيبقى ابيض وتخين عن بتاع البقر، بيبقى اصفر ومش بيبقى ابيض اوي. انا هوريلكوا دي كرشة جاموس، اما الممبار بقى بتاع بقر يعني، مش بتاع جاموس. فلما يكون العجل او الحاجة اللي مذبوحة تكون جاموس مش بقر، ده افضل يعني. بصوا بقى، انا دلوقتي غسلتها بقى كلها من قلبها كويس قوي، ودلوقتي بقى هقطعها. عشان ايه بقى؟ اللي هو امسكها امرشها، يعني الجلدة السمراء اللي بره دي ما يكونش فيها اي حاجة من جوه. بصوا، طبعا الاسمر اللي هيجي على الابيض ده اللي هو اللي من القشرة السمراء اللي بره، مش مش اي حاجة تانية يعني. بصوا اللي هي كل اللي انا طلعته منها في الحوض اهو. لازم دي تحت الحنفية، تشتغلي فيها تحت الحنفية، ما ينفعش تاخديها وتقعدي ولا تنضفيها كده، لا لازم تحت الحنفية اهو. بصوا البياض من جوه ما شاء الله بقت جميلة. اقطعها بقى كلها كده وامسكها حتة حتة، وبعدين هنغسلها تاني برضو، مش هنسيبها على كده يعني. بصوا بقى، برضو همسكها دلوقتي اللي هو لو فيها اي حاجة تاني. بصوا انا مرشتها كده ورميت المية، وانا جنبي طبق تاني بحطها فيه. لا بقى هحط لها بقى نص ليمونة. الليمون ما يبقاش كتير عشان هي بتمرر، وطعم الليمون بيمسك فيها جامد وبيديها ريحة وطعم مش حلوين. وما تنقعهاش كتير، الحاجات دي ما بتحبش النقع كتير. ما تنقعيش الكرشة بتاعتك كتير. بصوا بقى انا مسكتها بالملح والليمون. مرشة كمان برضو، يعني لو انا كنت بغسل هدوم بقى مش بغسل كرشة. بصوا برضو، يعني هي كانت بيضة وجميلة اهي. بصوا بقى المية اللي طالعة منها هتطلع عاملة ازاي. هنمسكها بقى اللي هو ايه، غسل ونظافة يعني. بصوا اهو، شفتوا المية؟ انا وريتها لكم اهو. هخليها بقى تجيب مية بيضة خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى بقت عاملة ازاي. هنيجي بقى للمية. احنا دلوقتي هنسلقها في المية دي، وهنرمي المية وهنغسل الكرشة تاني وبعدين نحطها في الصلصة. انا التركة دي حلوة قوي قوي قوي، حتى لو فيها اي ريحة اي زفارة بتطلع بقى في المية دي. المية دي بقى بتخليها يعني اللي هو طعم تاني وحاجة تانية. هحط فيها بقى ورق لورا، فصين او 3 حبهان، وفلفل اسمر، وعود قرفة خشب. بس هو دي بقى، ومعلقة سكر. بقى هنسيبها تتسلق في المية دي وتطلع بقى كل الزفارة اللي فيها واي حاجة واي ريحة فيها.
هتطلع بقى في المية دي، وهنيجي بقى هنا ننضف الحوض بتاعنا من مكان بقى الكرشة، وهننزل بقى بالمنبار. بابا المجال. انا بعشقه بصراحة، بحبه جدا. يعني انا مش عارفة الناس اللي ما بتحبش الممبار دي ما بتحبوش ليه، يعني عايزة سبب مقنع. هنقلبه بقى. ده ممبار بقر، مش ابيض قوي. الممبار الجاموس بيبقى احسن منه ابيض. بص هو اصفر شوية، يعني هو كان عندي في الفريزر برضه، انا مش جايباه طازة. وطلعته فك بقى وهغسله، وكنت غسلاه برضه قبل ما احطه في الفريزر. بس ايه اللي هو برضه لازم اغسله تاني دلوقتي. اهو هقلبه بقى كده. هو كان فيه تخين ورفيع، يعني الراجل كان ضحك عليا، مش مدوري كله رفيع. فطبعا احنا مش هنرمي حاجة، يعني هو ده نحشيه لوحده وده نحشيه لوحده. انا مش هحشي الكمية دي كلها طبعا، لان احنا في الصيام. ويعني الاكل مش بيبقى كتير قوي زي ايام الفطار يعني. فاقل الكميات في رمضان بيبقى فيها بركة كده، هو شهر جميل اصلا. هنقلبه بقى كده. هنقلب بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم. دي بقى كانت اخر حتة. هندلق بقى المية دي كلها، هنشطف الطبق بتاعنا كويس. وهنرجع بقى بالممبار برضو عشان ايه نمرشه هو كمان زي الكرش، يعني مش هنسيبه. هي اكله بنعذبها قبل ما بناكلها يعني، بس هو لازم كده اللي هو ايه. تبقى اهم حاجه النظافه. ده بقى ملح، مفيش ميه خالص في الطبق، يعني انا ما حطيتش ميه غير الميه بس اللي هو ايه شاربها، اللي هو بيبقى كده كده يعني معبي ميه كده. فاللي هو ايه ما حطيتش ميه، احنا هنمرشه كده بقى من غير ميه. اهو. ده كده بصوا بقى الميه اللي منزلها، اللي هو كده نزل كل الحاجات اللي فيه يعني. طبعا بقى لو انتي عايزه تغسليه في الكبه زي ما الناس بتعمل، عايزه تجرديه بالسكينه، زي ما تحبي. انا بقى اشيله من طبق لطبق كده عشان ايه اتاكد ان هو ما مش شايل اي ميه من الميه اللي هي مش نظيفه. هرجع بيه بقى كده تاني في الطبق الكبير ده عشان ايه اغسله بقى تاني برضو. هحط له برضو ملح، واهم حاجه معانا النهارده الملح، الراعي الرسمي بتاع الاكله النهارده في الغسيل. مش هحط له اي خل، الخل بيعمل زفاره، ما تغسلوش الحاجات دي بخل، ولا طيور ولا لحوم ولا اي حاجه. الخل بيعمل زفاره في الحاجات دي وبيديها طعم مش حلو. كده بقى حطيت له ملح وليمون، وهنقعه بقى برضو شويه، مش كتير. اهم حاجه اللي هو ما يتحطوش في الملح والليمون كتير. دي بقى الكرشه بعد ما اتسلقت. بصوا بقى الميه اللي هي منزلاها. هنغسلها كده بقى، طلعت كل الدهون اللي فيها. ولو في اي ريحة اي زفارة طلعت. انا بقى مسكتها تاني تحت الحنفية، غسلتها كويس قوي. وبعدين بقى دي الصلصة بتاعتها. اللي هو برضو متقلية عادي، يعني بصل وطماطم كده، ما فيهاش حاجة. ما فيهاش افتكاسات يعني، وفص توم. ممكن تعمليها بتوم خالص من غير بصل، اللي هو زي صلصة المكرونة. بصوا بقى انا كنت هناك بسبك طماطم برضو، اللي هو تقلية يعني للممبار، تخديعة. وجبت منها بقى معلقتين حطيتهم، هي دي نفس دي برضو انا من اللي انا مفرزاها معاكم عفوا. هنرجع بقى هنا تاني للممبار. ما سبتوش كتير، ما نقعتوش كتير. انا مش هنقعه كتير في الملح والليمون، لان الملح والليمون بيدوله ريحه يعني اللي هو ايه، لو زاد عن حده بيتقلب لضده. آه غسلته بقى مره واتنين وتلاته بعدها، ورجعت قلبته تاني. هروح بقى دلوقتي للتخديعه بتاعته. خرجت قرن فلفل وحطيته، ده كنت المفروض احطه من اول ما الصلصه بدات تتسبك، بس انا كنت نسيت، فمفيش مشكله حطيته. لو عندك كبه فرميه في الكبه وحطيه. مش هنشفها قوي قوي، ومش هحط الرز فيها اللي هو هيتشوح قوي لدرجه المحشي، لا. هندي للرز تشويحه بسيطه كده مع الصلصه، اللي هو بس ايه لو في ميه ولا حاجه مش متصفي كويس يعني تنشف. لكن مش هنشوحه زي المحشي ما انا كنت مريهولكوا كده، لا. هشوحه بقى وارجع لكم تاني.
دي بقى التوابل بتاعته، اللي هو نص معلقة بابريكا، نص معلقة بهارات لحمة، نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة قرفة، كده معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة. دي البهارات بتاعة الرز، بتاعة خلطة الممبار. هقول تاني: نص معلقة بابريكا، نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، نص معلقة صغيرة 7 بهارات، ملح وفلفل طبعا. اهم حاجه طبعا الفلفل الاسمر، ده اهم حاجه في الاكل. ممكن تحطي له حبه كمون، كزبره، زي ما تحبي. يعني الحاجات دي، التوابل دي كمان حريه، يعني ايه، كل واحد وذوقه في الاكل. اشوحه بقى كويس. هنيجي بقى دلوقتي، خدنا طبعا وفرشنا وقعدنا في الارض عشان هو بياخد وقت في الحشو، فمش هناخد الوقت ده كله واقفين يعني. انا دلوقتي حطيت الميه تغلي، اللي انا هسويه فيها. طبعا تقدري برضو تحطي لها الجرنيه بتاعها زي ما تحبي. ممكن تحطي بصل وطماطم وجزر وفلفل، ممكن تحطي فلفل اسمر وملح وبصل بس، ممكن تحطي فلفل اسمر وملح ومرقه، مثلا مكعب مرقه او حاجه، زي ما تحبي. دلوقتي بقى انا حطيت له خضار مشكل، وقلبته كويس فيه. ظبطت الملح، طبعا احنا مش بندوق احنا عشان صايمين، بس ايه يعني، كل واحد عارف مقادير الاكل اللي هو بيعمله. هقطعه بقى، انا ما كنتش قطعته، فانا هقطعه دلوقتي بقى الحجم اللي انا عايزه احشيه. مش هحشي كميه الممبار دي كلها، انا حطيته في مصفى يصفي الميه اللي كان فيها. الممبار بقى لو حابه تنقعيه، لو عندك وقت وحابه تنقعيه، هتنقعيه في ايه؟ هتجيبي بصلايه وتقطعيها 4 تربع، وتحطي ورقتين لور، ورقتين لور وفصين حبهان، عود قرفة، بس وثواني اللي هو الفلفل الحصى. هتحطي برضو 1 أو 2 أو 3، يعني ايه، حاجات بسيطة. وتنقعيه، ما تنقعهوش في ملح وليمون وخل، لا ما تنقعهوش في كده، انقعيه زي ما بقولك كده. بس هي الحاجات دي هتديله ريحة وطعم تحفة، بس انا ما كانش عندي وقت، فانا ايه، ما نقعتوش. انا لو مش هحشي الكميه كلها، مش هحطه على الرز، يعني مش همسك حته الممبار كده واحطها على الرز اللي انا بحشيه. بصوا، لازم تبططيه كده، ما تمليهوش رز وما تكبسيهوش، لازم تبططيه زي ما انتي شايفاني كده. ما تكبسيهوش رز عشان ما يفرقعش منك. اهو بصوا، اللي هو ايه، انا بساوي الرز فيه اللي هو يبقى بس سمكه رقيق جدا، عشان هو بيكش، فهيملى الشوربة معاكي رز، وهيفرقع منك كمان، لو مش هيستوي الرز في قلبه، مش هيستوي، لازم تبططيه كده. خلصت بقى الكمية كلها، والكرشة هي عايشة حياتها في الصلصة. هزودها بقى دلوقتي مية، واسيبها بقى تغلي. هي اول ما تغلي كمان هوطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها. ما تحطيش ملح، اوعي تحطي ملح للكرشة قبل ما خلاص انها تدخل في السوا، مش هتستوي وهتغيب معاكي، ويعني مش هتبقى حلوة. انا كنت كمان حاطه لها معلقه سكر في الميه اللي انا سلقتها فيها، وما تحطلهاش ملح خالص، لان هي كده كده بتاخد سوا عن اللحوم. حتى لو الذبيحه صغيره في السن، برضو الكرشه بتاخد سوا عن اللحمه. دي بقى الميه، الحله اللي هناك دي فيها الميه بقى بتاع الممبار. انا مش هسقط الممبار غير لما الميه تغلي. اهم حاجه تكون الميه بتغلي، قلبت يعني معاكي، ما تكونش لسه اللي هو ايه، يعني قربت على الغلوان، لا لازم تكون الميه بتغلي وقلبت على البوتاجاز، عشان ما يفتحش منك، يلم على طول البوز بتاعه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يلم على طول. عفوا بقى على منظر البوتاجاز ده، بس انا والله العظيم بغسله كل يوم بعد السحور، وامي برضو ربنا يديها الصحه يا رب بتغسله، بس برضو اللي هو ايه، مش عارفه بيتوسخ من ايه بصراحه. هحمره بقى، اللي هو ايه، خلاص يعني، ما لازم يتاكل سخن، الممبار ده ما بيتاكلش غير سخن. انا عن نفسي بحبه سخن وساقع، يعني مش بيفرق معايا. بس هو ايه، اللي هو يعني لو عندك وقت انتي ما تعمليهوش غير على الفطار مثلا، على الغدا في الايام العاديه. الكرشه بقى كانت خلاص كده، اللي هو ايه، استوت يعني. آه، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا زهقنا بقى من اللحمه والفراخ والحاجات دي. كنت عامله بقى سلطه بابا غنوج. هنحمره بقى معانا ونحط الفطار ده، صينية رز معمر. كنا دسناها بقى في الفرن البلدي، اللي هو الفرن القش، اللي هو مش بالغاز خالص. هصور لكم يوم هناك لو انتوا عايزين، لو انتوا حابين قولولي.
طبعا عشان انا عاملاه معاكم من يومين فانا ما صورتلكوش طريقته ولا اي حاجه. هو جالي جاهز كده كمان يعني انا عملته اللي هو غسلته وحطيت له اللبن وكل حاجه ووديته لخالته وهي عملته دسته يعني. هنغرب بقى الاكل ونحط بقى الفطار، وحطولي بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. حطولي لايكات، انا مش بشوف لايكات خالص، عشان خاطري حطولي لايكات يعني شجعوني. جربوا بقى الطريقة دي وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وكلكم طبعا يعود عليكم الأيام بخير. زي ما انتوا شايفين بقى كده، وده كان فطارنا النهاردة. اللي كانت بتاخد مني الأكل دي أمي، لأن احنا كنا خلاص المغرب أذن. في ناس مش بتحب شوربة الممبار، لكن أنا بحبها. آه، فأنا غرفت منها طبقين كده يعني اللي حابب. بس هنطلع بقى الممبار من الطاسة وكده، خلاص اتحمر وبقى يعني جميل. بألف هنا وشفا طبعا، علينا وعليكم يا رب. اهو. انا مش هحمر تاني لان انا عملت بس على قد الفطار. ومع السلامة.